ثلاث حشرات لو شفتهم في بيتك اعرف ان البيت بتاعك يعني فيه سحر، او ان في حد رصدك بحسد. وسبحان الله مع رؤية هذه الحشرات بيحصل لك احلام، وبيحصل بعض الاشياء في البيت بعد رؤيتها مباشرة. على سبيل المثال اول شيء ابو بريص او الوزغ. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان في عداوة فطرية بيننا وبين الوزغ، فكان بيبخ النار على ابراهيم عليه السلام حينما القي في النار. ولذلك يعني سبحان الله ما فيش واحدة أو واحد شاف البرص ببيته إلا حصل معاه بعض الأعراض، منها أنك أنت بمجرد ما تشوفه في الليلة ديت بتشوف كوابيس أو أحلام مزعجة، أو ربما أنك أنت تحس أن في صداع بيجي لك كده في راسك، أو أنك أنت بتشم ريحة مش كويسة على مدار الليلة أو اليوم اللي أنت شفته فيه. وكذلك أيضا تبص تلاقي أن في شكة كده زي شكة الدبوس بتحصل عندك في كعوب رجليك. وأضف إلى ذلك يعني سبحان الله تستشعر كده بالخمول الدائم في جسمك، وتحس أيضا بزوخ في النفس، بمعنى أنك أنت يعني نفسك مسدودة عن الأكل أو ما فيش شهية نهائيا، وتحس كده أن الأكل طعمه غريب أو أن في ريحة نتنة. كذلك بقى لو في واحدة شافت أبو بريص أو أنت شفته في غرفة النوم هيحصل مشاكل بينك وبين زوجتك مباشرة والله أعلم، أو ربما أن يكون وجع مشاكل ليك، وأدت هذه المشاكل يعني والعياذ بالله للانفصال. وبرضه يعني سبحان الله ما فيش موضوع حمل بيتم وبيتأخر موضوع الحمل جدا. ثم أن أنا عايز أسألك سؤال، منين دخل البرص لغرفة نومك أو الوزغ دخل لغرفة نومك؟